السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ ايه، وحشتوني كتير قوي 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 قوي. النهارده معانا وصفات حلوة جدا. وقبل ما اعمل اي حاجة، ما اسفة جدا على صوتي، تعبانة شوية، فاعذروا بقى الصوت كده ده معاكم. مشوا الدنيا مشوا الدنيا. قبل ما بنبدأ الفيديو، قبل ما بنعمل اي حاجة، بنسمي الله وبنصلي على الرسول وبنشمر ايدينا وبندخل مطبخنا بقلب جامد. واللي وراه صلاة وما صلىهاش يوقف الفيديو ويروح يصليها. سمينا الله. معانا ايه بقى في الفيديو؟ معانا حاجة حلوة، او كان معانا نص كوباية لبن، حطينا عليها معلقة خل كبيرة وركناها عشان تبقى لبن رايب، عشان انا ما عنديش رايب. وهنعمل بقى وصفة ايه النهاردة؟ هنعمل وصفة جميلة قوي يا جماعة. هنعمل فانيلا كب كيك. كب كيك بالفانيليا، تمام. معايا كوباية ونص دقيق، نخلتهم زي ما انتم شايفين. وكان معايا نص كوباية لبن، حطيت عليها معلقة خل وركنتها عشان تبقى لبن رايب. انا ما بعرفش اقول الكلمة التانية دي، مش بعرف اقولها، وكل حاجة بنعرف نقولها وتمام. بس كلمة رخمة اللي هو ايه، لبن متخثر. بس يلا، هو رايب، سيبك انتي. رشة ملح على الكمية بتاعتي، على الكوباية ونص دقيق، رشة ملح. وهننزل برشة كربوناتو، مش كبيرة على فكرة، دي كمية قليلة زي ما انتم شايفين، لان ده فانيليا كب كيك. انما لو انا عملت الشوكليت هحط نص معلقة كربوناتو على فكرة. لان اي كيك بالشوكولاتة بيبقى تقيل شوية في السوا، اللي هو هنتعامل معاه، بياخد وقت اطول اصلا في السواء اكتر من الفانيليا. الكاكاو تقيل في سواه، فبنحط نص معلقة كربوناتو وتساعد على الهشاشة، ان هو يبقى هش من جواه. وحطينا نص باكت كيك شيف، نص باكت، يعني خلينا ايه، تمام، يعني معلقة وكده. لا، انا اشتريت الباكت وحطيت نصه، عشان لو انت هتمشي على نفس المقادير بتاعتي. يبقى انا معايا كوباية ونص دقيق، نخلتهم، حطيت عليهم رشة ملح، حطيت عليهم رشة كربوناتو، مع نص باكت كيك شيف، نص الباكت، تمام. هنا بقى معانا ايه؟ معانا بيضتين. هنا بقى معانا بيضتين. هنحط كوباية سكر عادية، حبيبات مش بودر خالص. ومعايا كوباية يعني كوباية الا ربع مية دافية. ايوه، كوباية الا ربع مية دافية، يعني ايدي مستحملاها ما تكونش سخنة عشان ما تبوظليش الوصفة. وهضرب ده في الخلاط 5 دقايق. شوفوا بعمل لكم ازاي بايديا، بقول لكم 5 دقايق، ماشي. وهنحط، ضربناه دوبنا الحاجة، نحط بقى معلقتين سمنة او زبدة. عندك زبدة اشتغلي، عندك سمنة اشتغلي، عايزة تحطي زيت حطي براحتك. هما معلقتين كبار مش كتير على فكرة، زي ما انتوا شايفين. انا حطيت معلقتين سمنة وهضربهم تاني في خلاط على بعض كده، عشان خاطر القوام يعلى معايا اكتر ويبقى ابيض. وهنزل بقى بالخلطة بتاعتي دي على الدقيق، وقلب قلب قلب. وعلى فكرة يا جماعة، هو ده وقت وقت الكب كيك، والله ما خد وقت زيادة. الفيديو لم تقطع ولا في اي حاجة، حاجة كده خطيرة وسهلة جدا. لقيتيه بقى عمل معاكي كده، هو كده تقيل. هزوده مية دافية تاني، هزود المقدار بتاعي مية دافية، وهديله ضربة في الخلاط عشان ينعم معايا جدا، عشان اعرف اصبه في القوالب، تمام. بصوا، ايوه زي ما انتم شايفين. ومعلش والله يا جماعه، اسفه، ما كنتش عارفه ان وانا بفضي مش باين في الكادر. بس الخطوه دي معروفه، يعني احنا بنفضي في الخلاط عشان ندوله ضربه واحده بس، او نص ضربه، يا دوبك الحاجه تنعم معاكي. شايفين انا هنا بقول لكم نعم ازاي؟ انت تكه عشان ما يبوظش منك،
عشان ما يبقاش بايظ. وعلى فكرة زودت شوية مية دافية للأمانة، وقلت أنا لازم أقول الخطوة دي في لازم أقول الخطوة دي في التسجيل، عشان خاطر دي أمانة أنا هتحاسب عليها. وانا بقى بصب القوالب بتاعتي، انا هنا بصب 3/4 القالب. تمام. وانا بقى بصب في القالب بتاعي، ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتفعلي زر الجرس على كل، عشان اي عظمه نعومه وسمكه يعملوها يوصلك اشعار بيها يا قمر. وما تنسوناش دعوه حلوه من قلوبكم ان ربنا يوفقنا في حياتنا، والورد بتاعنا اللي احنا بندعي بيه مع بعض، ان ربنا يكتب لنا زيارة بيت الله الحرام جميعا، ونتقابل عند الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هناك مع بعض. ادعوها بنية إن شاء الله، إن نية صادقة كده، حاجة كده كويسة يعني، تبقى النية خالصة. تمام. دخلنا بقى الكب كيك بتاعي على درجة حرارة 180 تلت ساعة بس، مش هياخد اي حاجة، وما بولعش الشواية، انا بشغل المروحة. هياخد يعني صفار بسيط جدا، مش هيلحق، لان ده تلت ساعة. وانا مش عايزة اديله لون، هو الفانيلا كب كيك مش بياخد لون من فوق، هو بيبقى ابيض. وبنزوق بقى زي ما انتم شايفين كده بالكريم شانتيه. انا هنا جبت كيس كريم شانتيه، وحطيت نص كوباية لبن في الفريزر جمدت شوية، وخفقته يا جماعة زي ما انتم شايفين من غير اي سكر. احنا بنحب الحاجة دي العشوائية. لو انتوا بقى بتحبوا الحاجة مسكرة، تحطي حوالي 3 معالق سكر بودر على الكريم شانتيه، مع السكر المظبوط بتاع الكب كيك، هيبقى خطير. هنا بقى انا مش عايزاه ياخد لون زي ما انتم شايفين، والجزء اللي ورا ده واخد لون. ليه؟ لان انا زوجي الغالي عمره ما هياكله بالطريقة دي، فلازم اديله لون في الشواية لازم، هتجيبيها شمال هتجيبيها يمين، لازم ياخد لون. شايفين الخلة طالعة نضيفة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هنا بقى انا مدياله لون، عشان انا جوزي فعلا هو عمره ما هياكله بالطريقة دي. بيحب الحاجة ناشفة شوية، ملوش في الحاجات التانية دي. هنرص بقى الشغل بتاعنا على الطبق عشان نزين بالكريم شانتيه. الحاجات دي طبعا هناكلها مع بعض. إيه مثلا؟ بنوتك بتروح معاكي بتروح المدرسة، نديها واحدة في اللانش بوكس. إيه بس لو هنوديها في اللانش بوكس، ما نحطش الكريم شانتيه على الوش كده يا جماعة. إيه هقولك على الطريقة يا رب تبقي فاهماني. هنحاول ننزل الورقة من جنب واحد، ما تشيلش الورقة كلها، وبالمقوار ندخل المقوار كده من جنب، ونلف لفة كده صغيرة بحيث ان احنا نفرغ جوه، وندخل الكريم شانتيه في النص من جوه، هيبقى طعمه خطير. الطفل مش هيتبهدل في المدرسة، وخد حاجة حلوة معاه. هنا بقى قلت اوريكم الشكل من جوه والسوا. شايفين السوا؟ هو اصلا واخد لون من الجنب ومن تحت، هو المفروض مش ياخد لون فوق. شايفين؟ خطير، هش وجميل. وما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.